واش دينا كاس العالم؟ واش هذاك الماتش اللي كان دايز ما بين المغرب والارجنتين هذاك الفينال ديال كاس العالم؟ انا بانوا لي واحد الجوج السبعة وال21 كيلعبوا اخويا غير بحال لاعبين في التورنوا ديال رمضان في راس الدرب، لاعبين عادي ما مسوقينش. وواحد الدفاع عندنا كي داير. لا 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 لا, لا. كاميرا خفيه. ها. ومبروك مبروك. السلام عليكم. مبروك مبروك مبروك، الف 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 مبروك. سيدي نستاهلوا هاد كاس العالم، ويستاهلوا الدراري هادو، هاد الشباب هادو فرحونا ورفعوا الرايه عاليا ورفعوا السقف عاليا 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 بزاف. كاس العالم راه ما عمرنا كنا كنحملوا نحلموا به. انا حتى الهضره هربات ليا كنشوفوا هذه المحاوله. الف مبروك لهاد الوليدات هادو، الف مبروك. فرحه كان محتاج المغرب في هذه الايام، فرحه بحال هذه. الله يوفقهم ومزيد من النجاحات ان شاء الله في قادم البطولات. يكون حافز ان شاء الله، يكون حافز ان شاء الله الفريق الاول في كاس افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله من بعد نشوفوا كاس العالم ان شاء الله. مبروك 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 لكل المغاربه. مبروك. هادشي اللي غيتقال. غنقول لكم شكون حنا، شكون غنقول لكم حنا المغرب اللي غربوا الارجنتين، غنقول لكم شكون حنا، شكون المغرب اللي ربح البرازيل واسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبيه وميريكان. مبروك علينا. حنا دابا هما القوه الضاربه ديال بصح نيت، القوه الضاربه ديال كره القدم العالميه، كاس العالم الاقل من 20 عام. المغرب بطل العالم، بطل العالم، المغرب بطل العالم. يا بتاع صدفة، يا اللي قلت لي صدفة وقلت تلاعب وكواليس وكولسة وقعدت دود من ايام ما المنتخب الكبير المغربي فاز بالمركز الرابع، وقلتوا ناس قالت انه المركز الرابع في كاس العالم مش انجاز، كاس العالم بتاع الكبار المركز الرابع مش انجاز. تعال النهارده بقى الشباب قفلوا الكتاب خلاص، قفلوا الموضوع. بطل العالم، بطل العالم، المغرب بطل كاس العالم للشباب. أعزائي سكان كوكب الأرض، الساهرون منهم والنائمون، المغاربة أبطال العالم، أسود الأطلس، ملوك الأطلس، أمراء الأطلس، أبطال العالم في الشيلي، أبطال العالم في مونديال الشبان في بلد أمجاد سالس وزامورانو، ويفوزون على بلاد الفضة أقوى منتخبات كرة القدم الأرجنتين، أحفاد الجد مارادونا والعم ليونيل ميسي. أبناء الذهب الجديد، أبناء وأسود الأطلس يكتبون تاريخ قارة كاملة، تاريخ إفريقيا العزيزة، تاريخ العرب أجمع، تاريخ المغاربة. تتويج المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم بعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي أقل من 20 سنة، هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي، وضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به، ودفع المنتخب الارجنتيني انه يلعب كره طويله. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جداره واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الالقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الاكفاء ايضا. نعم، تتويج مستحق. محمد قدم مباراه كبيره خاصه من الناحيه التكتيكيه، وشفنا اللاعبين كانوا في اماكنهم. نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي لعب بها المنتخب المغربي. يلعب كرة نظيفة، يعرف كيفاش يخرج بالكرة. نعم. طريقة اللعب شتو كيفاش، خاصة الكرات العمودية. شوف روماركي كيفاش الأهداف كيفاش تسجلوا. كرة القدم نظيفة. نظيفة. نعم. كاش فريق اندفاع بدني، يلعب كرة نظيفة صح. كونتر اتاك ولا ديماراج ديريكت اللي يلعبوا باس ولا كذا، يخرج لاطاكو وحده يماركي. نو بصح كيفاش تماركي البرومي بيت؟ لهذا شغل تزعف شوية تضيق لك، باسكو مباراة باش يدخلوا بها للتاريخ. المنتخب المغربي مسيرة حافلة وألقاب كثيرة. اليوم هناك فرق واضح في المستوى. بطل القارة الإفريقية دهس كل الأندية التي واجهها. هناك فرق في إنما لعب حسب إمكانياته، ولعب بذكاء لاعبيه وبخبرة مدربه. شيء مؤسف أي نعم، لكن الصور هي التي تتحدث عن نفسها. لذلك علينا أن نركز في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس، ولا نتوقف عند السلبيات التي قد يريد يعني المنافس أن يقودنا لإخراجنا من قوقعة الفوز.